ايه بقى اللي انت عاملاه في نفسك ده كله؟ ينفع كده؟ هو في يا سامي انت تكرهي له الخير؟ اخص عليك يا جمالات، انا برضه اكره الخير لياسين. طب ورحمه ابويا انا مستعده اشيل عنه كل المصايب اللي هو فيها دي واتسجن مكانه كمان. طب ما دام كده ايه بقى لزوم القمص والنكد اللي انت عاملاه ده؟ صعبان عليا منه يا جمالات، فجاه كده يقرر ويسيبني ولا كاننا فارقين معاه. لا فرق، وفارقه معاه قوي كمان. انا ما بتكلمش عني لوحدي على فكره. مش محتاجه اقوال. وعلى فكره بقى انا واخده بالي من كل حاجه. ساميه بتحب ياسين ولا لا؟ بحبه مش هنكر، بحبه حتى لو هو ما بيحبنيش. طب واللي بيحب حد بيكره له المصلحه؟ وانا لما ببقى عايزاه يقعد معانا يبقى انا ضد مصلحته في ايه ان شاء الله؟ ولا هي مصلحته بقت مع طليقته دلوقتي؟ قصدك مع بنته؟ لا، ما هي طليقته فوق البيعه مع بنته، وبكره ما يسافروا بلاد بره ما ترجع لمجاريها وهق ومق وشغالين وولعانه. تصدقي يا بنت انت هبله بجد؟ ايه العبط اللي بتقوليه ده؟ طب انت بتصدقيني ولا لا؟ ساعات. ياسين اخويا انا عارفاه كويس قوي، وموضوع هند ده اتقفل بالنسبه له لحد اخر يوم في عمره، واللي بين ياسين وهند بنته وبس. ربنا يطمن قلبك. طب عشان الكلمتين الحلوين دول خلينا فيكي، رديتي على سعيد ولا لسه؟ لا. ليه؟ انت مش بتقولي ان الواد عاجبك؟ بصراحه بس اصل انا مكسوفه وبعدين يا اختي ما ينفعش اتجوز في السن ده. ايه العبط اللي انت بتقوليه ده؟ سن ايه وهبه ليه؟ انت لسه صغيره وزي القمر، وسعيد الصراحه راجل جدع. اي نعم هو مجرم بلطجي وسوابق ومسجل خطر، بس كل ده مش مهم. اهم حاجه ان قلبه فله، وما دام قلبه فله وحبك يبقى هيشيلك في قلبه. تفتكري؟ الا افتكر الحقيقه كلميه يلا تلاقيه هيتجنن عليكي. لا انا مش هكلمه يا اختي لما يكلم ياسين الاول. طب ما نكلم ياسين ونفتحه في الموضوع. مالك يا سامي؟ شايله هم الدنيا كده ليه؟ شايلها همها عشان حالفه ان انت مين ما تضحك لي. ده انت اللي بتقولي كده؟ ده انت اللي طول الوقت بتهوني الدنيا على اللي حواليكي، ومهما عملت فيكي متمسكه بيها وراضيه. لسه راضيه والحمد لله، انا بس واخده على خاطري منها شويه. معلش حقك عليا يا سامي، والله عمري ما قصدت ازعلك ولا اضايقك. يبقى خليكي ما تسافرش. طب يا ستي، لو قلت لك ان انا هسافر واظبط الدنيا واخليكي تيجي لي، هتقولي برضه ما اسافرش؟ اجي ازاي يعني؟ وبصفتي ايه لا مؤاخذه؟ مراتي. ايه؟ معلش ما سمعتش. مراتي. انت بتتكلم بجد ولا مراتي وصاحبتي وحبيبتي كمان. انت عايز تتجوزني انا؟ هو انا طول يا ساميه؟ يا ريت واحده زيك ترضى بظروف واحد زيي. راضيه والله العظيم راضيه، المهم اكون معاك ان شاء الله لو هنتسجن سوا. انا بحبك قوي يا ساميه، مع اني كنت واخد قرار من زمان انا ما احبش تاني ولا افتح قلبي لحد، بس بعد ما شفتك وشفت طيبتك وجدعنتك معايا لقيت نفسي فجأة بحبك. لقيت نفسي بفكر فيك طول الوقت وبتوحشيني ونفسي اشوفك طول الوقت. طب انت عارفه انا ما بطمنش غير وانت معايا. لا على كلامك يا ياسين، وكل ده وساكت يا اخويا؟ ده انا دمي نشف وانا عماله افكر بتحبني ولا ما بتحبنيش. وانا بصراحه ما كنتش عايز اقول لك يا سامي عشان ما اظلمكيش معايا. انا كده كده معاك في اي حاجه. طب والله العظيم لو فتحت قلبي هتلاقي نفسك قاعد ومربع جوه. انت بقول لك على سر، انا من يوم ما شفتك وانا صدقت ان كلام الحب اللي موجود في اغاني عبد الباسط حموده بجد وحقه حقيقي. معقول يعني بتحبيني للدرجه دي؟ بقول لك عبد الباسط حموده يعني ما فيش رومانسيه بعد كده. طب ما قلتيش لي من زمان؟ انا عماله يا اخويا في الراحه والجايه اقول لك مز مصر راح ومز مصر جه لما مصر كلها عرفت، وانت برضو ولا انت هنا؟ ولا كنت عايزني انا اللي اجي اقول لك يعني؟ لا معلش، انا برضو ست وعندي كرامه. كرامه ايه يا سامي؟ هو في كرامه بين اتنين بيحبوا بعض؟ على قولك. طب بجد هتاخدني معاك بلاد بره بقى وهتتجوزي بحقه حقيقي؟ ايه يا سامي؟ فين الكرامه اللي كانت من شويه؟ لا ده كان زمان من جملتين فاتوا. انت دلوقتي يا حبيبي واتكلم براحتي، وبعدين بقول لك بسمع عبد الباسط حموده. تاني يا سامي هرجع في كلامي والله. لا خلاص نسمع حمائي.